ما شاء الله تجهيزات على اعلى مستوى. كاس العالم للحلواني. ده يا جماعه البوكس اللي جنب على اليمين من جنب فريق منتخب مصر. طبعا هو جاي الترول بالحاجات اللي فيه، بكل الانجريدينتس، بكل المعدات اللي احنا شايفينها دي. وطبعا في ناس هم اللي جايبين كل دوت. الفريق بس بيعمل السيت اب مش اكتر من كده. اهو جنبهم اهو على طول. ان شاء الله يعني حاجه يعني يعني مش عارف يعني هو هم بس جايين للشغل فقط لا غير. وادي البوكس اللي بعده. احنا بس بنشوف التجهيزات بتاعت الفرق اخبارها ايه، ويعني ماشيه ازاي وبتتعمل ازاي. اهو اتفضلوا. ادي التجهيزات. طبعا احنا بنتكلم في دعم من الدوله او دعم من الجمعيات الطهويه اللي في بلادهم، او دعم من الحكومه في شكل بقى وزارات او هيئات او خلافه يعني. وادي اليابان. طبعا اليابان يعني ما انا مش هينفع تقارن بحاجه يعني، بس احنا ممكن في دول تانية فريق طبعا كامل في الباك اريا ورا اهو. الباك اريا ورا اهو. حتى الورقه هم مش بيرموها يعني، في حد واقف عشان ياخد الورق عشان يرميه لما يفك الحاجه يعني. منتهى قمه الرفاهيه يعني. كل المعدات دي بتاعتهم، كل المعدات دي هم جايبينها معاهم وهم جايين. اتفضلوا. ادي فريق اليابان اهو اهو. وادي ايطاليا، وادي الفريق الايطالي. ماشي هنقول دي دول، بس احنا بنتكلم على المؤسسات اللي موجودة في الدولة عندهم. وادي كوريا الجنوبية، فريق كوريا اهو. وادي فريق مصر. احنا شفنا 3 دول دلوقتي. شفنا تجهيزات 3 دول اهو. شفنا تجهيزات شفنا تجهيزات 3 دول قبلنا، وهنشوف تجهيزات 3 دول بعدنا. وادي الفريق اعتقد استراليا اللي جنبنا على طول الناحيه الثانيه اهو. ادي تجهيزات بتاعتهم، ميكروويف 2 3 سخناء. كل ده مش تبع البطوله يعني، كل ده جاي من الفرقه نفسها يعني. معدات العجانات كل اللي احنا شايفينه دوت هو جاي يعني، هم اللي جايبينه. الثلاجات الصغيره ديت اهو. ده غير طبعا الخامات. دول انجلترا تمام. وادي فرنسا. ادي تجهيزات فرنسا اهي. يبقى فرنسا، انجلترا، مصر اهو. الشيفات هي اللي واقفه بتعمل كل حاجه يعني، هي اللي بتقطع، وهي الفريق الثاني الورقه في واحد واقف عشان ياخد منهم بس الورقه عشان يرميها يعني. وادي كوريا، وادي كوريا اهو. اتفضلوا. دي لوكسمبورج اعتقد. اليابان اهو.